السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، في حلقة جديدة من لعبة كلاش اوف كلانس. كثير يا شباب ورجعنا لكلاش اوف كلانس. اليوم جيتكم يا شباب في لعبة كلاش اوف كلانس، أوريكم ألعاب خطيرة جدا جدا. أجمل منكم الآن أطلع في الوزر تعبني. على ما نستنى دعم الأجمال اللي أنا هجمتها. شوفوا هجمة الأكاسير يا شباب. شوفوا هذا يا شباب، ما تقولولي إني ما أعرف أهجم ولا إيش ولا ما أعرف. أنا أعرف أهجم، وسامحوني يا شباب ما في شيء أقوله، نسيت أسمع يعني إني نزلت لكم المقطع طلع المقطع ما يشتغل، مقطع النيتروجين. وسامحوني والله لما أعوضكم عن المقطع بعد هذا حتشوفوه بنفسكم. فنبدأ نستنى قوات تجهز من هجمة الحرب. أنا أوريها لكم هجمة الحرب. هذه قرية قررت إني أهجم عليها. هدفي الوحيد من هذه القرية كلها الأكاسير الأسود الذي تشوفونه الآن. لا تقولوني إني ما أعرف أهجم ولا إيش. شوفوا يقولون 6 مفيش 60 حرام 60 أرشف 58 بربط. دعم الكلام كان مع عمالقة، الله يجزيهم خير. عمالقة ليفل 6 وملك ليفل 2. نشوف الهجم. أول شيء حطيت البربر وما في دعم للفقر. حطيت الدعم عمالقة 4 عمالقة ليفل 6. حطيت المفجر السود عشان يكسروا آخر المواد للمخزن. حطيت الحرامية على إنه يمشي مكان آشر بعدها مشوا لمكان. حتى دخل الحرامية لهنا وأنا أبيهم يدخلون للقطار. نشوف شو سوى. حطيت المفجر على أساس إنه يفجر، واللي نقذني العمالقة. واللي نقذني آشر كان في مخزن الأكاسير الأسود. أخذت فيها الكثير
إذا تبون تدخلوا معاي في الكلان اسمه ليبيو بوي، كان أصحابي. إذا تبي ادخل له شوي. هذا هو الكلام سلاش حقه يا شباب، سلاش UYURP 29 QJ ليبيا بوي. الكلان ليفل 2 إشارته يا شباب مثل ما تشوفوا عليه علامة النار. قوانين حقه يا شباب، دعم أكثر شيء في الكلان هذا دعم حسب الطلب في الحرب وغير الحرب، وادعم 300 تحصل زعيم، ادعم 7. هذا الشيء ما أدري عليه يا شباب، قائد يتحكم فيه. دخول من الليفل 20 فما فوق، بس لا تدخل من الليفل 20. وهذا يحتاج للطرد حسب اسمه، حسب أبو الخصيب. هذا يحتاج احنا ضاربين من 20. ان شاء الله ادخل له واطرد له يا شباب، لا تزعلوا. مثل ما تشوفوا حيتدرب الوزر يا شباب. هي الاستراتيجية يا شباب دي ما جميلة. 20 عملاق، 6 مفجر صوت، 2 هيلر، 7 وزر. وبكده يا شباب أنا أبي أهجم على 5، لكن يا شباب ما حطيت 3. لا حول ولا قوة. أهجم القرية اللي بيهجم عليها سهل، لكن دعمها قوي يا رب. بسم الله. كسرت و3 نجوم يا شباب. مسحنا قرية مثل ما انتم شايفين، قرية تم مسحها. وهذا كان هو المقطع يا شباب، ولا تسامحوني إذا كان المقطع اللي فات كان نشتغل جانب سامحوني عليه من البرنامج يا شباب. إن شاء الله حطيت لكم هذا المقطع ويمشي لكم، وحاوضكم بمقطع آخر. نلاقيكم يا شباب في المقطع الآخر، والسلام عليكم في حلقة جديدة.